السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة باختصار نيوز. في خبر بيشكل نهاية رحلة كروية كبيرة، أعلن نجم كرة القدم الإماراتية عمر عبد الرحمن المعروف بعموري اعتزاله بشكل رسمي، وده بعد مسيرة طويلة مليانة بالبطولات واللحظات اللي ما تتنسيش سواء مع الأندية أو المنتخبات الإماراتية. عموري قال في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام إنه قرر يختتم مسيرته بكل حب وامتنان بعد سنوات من التحديات والإنجازات، وأكد إن الرحلة دي ما كانتش هتكتمل من غير دعم الجماهير وكل اللي كانوا جنبه من بداية مشواره. النجم الإماراتي توجه بالشكر بشكل خاص للشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس نادي العين على ثقته ودعمه الكبير له خلال فترته في النادي، وكمان قدم الشكر لكل القيادات الرياضية اللي ساندته في مشواره سواء مع العين أو الأندية اللي لاعب لها بعد كده. عموري ما نسي يشكر نادي الهلال السعودي وجمهوره، وقال إنه كان بيتمنى يحقق بصمة أكبر خلال وجوده هناك، لكن الظروف ما سمحت وقضاء الله نافذ في كل الأحوال. وكمان عبر عن امتنانه للأندية اللي دافع عن ألوانها في الإمارات زي الجزيرة وشباب الأهلي والوصل، وأكد إنه لكل نادي مكانة خاصة في قلبه. واختتم رسالته بكلمات مؤثرة قال فيها إنه بيقفل فصل جميل من حياته وبيدخل على مرحلة جديدة. وجه الشكر لكل الجماهير الوفية اللي كانت دايما مصدر القوة والإصرار بالنسبة له. وبيعتبر عموري واحد من أبرز لاعبي الكرة الآسيوية على مدار العقد الأخير، وكان ضمن أفضل 10 لاعبين في آسيا سنة 2012 باختيار ESPN، واختاره الفيفا سنة 2013 ضمن أفضل 7 مواهب صاعدة في القارة، ووصل للمركز 39 في قائمة أفضل 50 لاعب في العالم موسم 2012-2013 قبل ما يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا سنة 2016. مشوار عموري الكروي بدأ من عمر 9 سنين بتجربة مع نادي الهلال السعودي سنة 2000، لكن الانطلاقة الحقيقية لما انضم لنادي العين سنة 2006 وهو عنده 15 سنة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2009، وهناك حقق أول ألقابه وبات نجم الجماهير الأول. ورغم الإصابات القاسية اللي تعرض لها في الرباط الصليبي مرتين ما استسلمش، ورجع وقدم مواسم قوية، وساعد العين في تجنب الهبوط سنة 2011 وحقق معاهم بطولات كتير منها الدوري وكأس السوبر. وعلى مستوى المنتخبات مثل عموري منتخب الإمارات في كل الفئات، وحقق مع الأبيض لقب كأس الخليج 2013، وكان جزء مهم من نجاحات المنتخب في الفترة دي سواء مع الشباب أو المنتخب الأولمبي أو الأول. وبكده بتوصل رحلة من أجمل الرحلات الكروية في الإمارات، رحلة لاعب موهوب أمتع الملايين بمهاراته وعقله الكروي المختلف، مع تمنياتنا لعمر عبد الرحمن بالتوفيق في المرحلة الجديدة من حياته.